شفت ممثل على الشاشة وقلت أنا عارف الوش ده كويس بس اسمه إيه؟ عمرك ضحكت على إفيه حفظته من فيلم من سنين كتير وكنت فاكر المشهد والمكان والحركة وحتى نبرة الصوت، لكن لو حد سألك مين اللي قال الإفيه ده مش هتعرف تجاوب. الحقيقة إن السينما المصرية مليانة نجوم بالشكل ده، نجوم ما كانوش أبطال وما كانوش اسمهم بيتكتب بحروف كبيرة على الأف، لكنهم كانوا بيظهروا في مشهد أو مشهدين ويخرجوا من الشاشة ويسيبوا علامة في ذاكرتنا لسنين. في الحلقة دي من سيناريو مش هنتكلم عن الكبار اللي أسمائهم محفورة في تاريخ السينما، احنا هنعمل رحلة مختلفة، رحلة ندور فيها على أسماء الوجوه اللي حبيناها وضحكنا معاها وحفظنا إفيهاتها من غير ما نعرف أصحابها مين. بمجرد ما تسمع الجملتين دول اصلا انا عندي ساعة تروح ساعة تيجي منبه تفتكر فورا الفنان ده صورته لوحدها كفيلة انها تفتح في ذاكرتك عشرات المشاهد. هو حسن قتلة، واحد من اشهر الوجوه الكوميدية في السينما المصرية. اتولد في بورسعيد في اسرة بسيطة وجه القاهرة. بدأ حياته وهو صغير في محل لبيع الآلات الموسيقية في شارع محمد علي، وكان حلمه ان يبقى عنده محل خاص بيه يبيع ويأجر الآلات النحاسية، لكن الحياة كان عندها سيناريو تاني خالص. خفة دم حسن قتلة كانت سبب في دخوله عالم الفن، والحظ خده لفرقة ساعة لقلبك، البرنامج الإذاعي الشهير اللي جمع عدد كبير من نجوم الكوميديا، ومن هنا بدأت خطواته ناحية السينما. أول ظهور سينمائي ليه كان في فيلم أحب الغلط سنة 1942 مع تحية كاريوكا وأنور وجدي وحسين صدقي وإسماعيل ياسين، وبعدها ابتعد عن السينما لسنين كتير قبل ما يرجع في الخمسينات بأدوار صغيرة جدا. لكن حسن قتلة ما كانش محتاج مساحة كبيرة علشان الناس تفتكره، كان يكفيه إفيه واحد وشكل مميز وحركة بسيطة. ما كنتش اعرف انكم فيها. لا والله فتشني فتش. ظهر مع اسماعيل ياسين في عدد كبير من الافلام ومن اشهرها حماتي ملاك، وقدم فيه دور مساعد الحنوتي، وهنا خرجت جملته الشهيرة اللي لزقت في شخصيته فترة طويلة جدا. وفي مستشفى المجانين ظهر بإفيه اصلا انا عندي ساعة تروح ساعة تيجي. الإفيه نجح بشكل كبير جدا لدرجة إن الجمهور أحيانا كان بينتظر ظهور حسن قتلة أكتر من انتظاره لباقي الشخصيات، ولكن مع كل ده بيفضل فيلم حماتي ملاك من أجمل أدوار حسن قتلة، واللي لسه بنضحك عليه كل ما يتعرض كأننا بنشوفه لأول مرة. نروح لوش تاني. من اكتر الوشوش اللي ظهرت على الشاشة المصرية واللي ممكن تكون شفته مئات المرات من غير ما تحفظ اسمه هو حسين اسماعيل. حسين اسماعيل كان من الفنانين اصحاب الادوار الصغيرة جدا، لكن ساب بصمة اكبر بكتير من مساحة ادواره. اشتغل في عدد ضخم من الافلام واشتهر بادوار الساعي والخادم والطباخ والعسكري وابن البلد وكل الشخصيات الصغيرة اللي كانت بتدي للحكاية روح. ممكن تفتكره في مراتي مدير عام، وممكن تفتكره في ام العروسة في دور الطباخ، وممكن كمان تفتكره في من حواء مع رشدي أباظة في شخصية زنفل. الغريب ان حسين اسماعيل قدم دور الساعي في عدد كبير جدا من الافلام، لدرجة انك لما تشوفه في فيلم قديم ممكن تحس انك قابلت الشخص ده قبل كده، وده لانك فعلا قابلته عشرات المرات. لو قلت لك محمود اسماعيل ممكن تحتاج لثواني عشان تفتكر الاسم، لكن لو قلت لك المعلم سلطان في فيلم سمارة هتفتكره على طول. الراجل ده
كان واحد من اشهر وجوه الشر في السينما المصرية، وخصوصا ادوار تجار المخدرات والمجرمين. اتولد محمود اسماعيل سنة 1914، بدأ حياته الفنية من المسرح مع الفرقة القومية، لكن ما كانش مجرد ممثل، كان كاتب ومخرج واشتغل في السينما والإخراج والكتابة، وقدم عدد من الأعمال الكتير ورا الكاميرا. لكن شكله وصوته ونظرته الحادة وتكوينه الجسدي خلوه يتحبس في منطقة الشر. المخرج يشوفه فيقول ده ينفع يبقى معلم، تاجر مخدرات، مجرم، كبير عصابة. والغريب ان محمود اسماعيل كان عنده مواهب اكبر بكتير من المساحة اللي خدها كممثل، كتب عدد كبير من الافلام واخرج اعمال سينمائية، لكن الجمهور في النهاية اختصروا في شخصية واحدة، هي المعلم سلطان. يا سلطان البحر عامل ازاي؟ بص الموج بيعمل ايه؟ مفيش اجمل من كده. انت اجمل حاجه في الدنيا يا سماء. ده بيخلينا نسأل، هل الجمهور احيانا بيحب الشخصية لدرجة انه ينسى الممثل اللي صنعها؟ في وجوه تانية كانت موجودة في السينما المصرية كأنها جزء من الديكور، تظهر في الشارع، في القهوة، في الحارة، لكن من غير ما حد يسأل هو الراجل ده اسمه ايه. محمد ابو حشيش واحد من الوجوه دي، اتولد سنة 1942، قدم ادوار صغيرة كتير في السينما والتلفزيون، وكان غالبا بيظهر في دور ابن البلد او المعلم او المخبر او رجل العصابات. لكن من اشهر مشاهده على الاطلاق دوره في فيلم سلام يا صاحبي مع عادل امام وسعيد صالح. مشهد قصير لكنه مع انتشار الفيلم على مدار السنين اتحول لواحد من المشاهد اللي الجمهور حافظها لغاية دلوقتي. شكل معيش يا خليل، ما تعطلناش يا بلدينا شكل الجيب. محمد ابو حشيش قدم عدد كبير جدا من الاعمال وظهر في افلام ومسلسلات كتير، منها السقامات وليه بنفسك ومسلسل البراري والحمول وغيرها. لكن رغم كل ده عاش فنيا في منطقة الادوار الثانوية، وفضل اسمه بعيد عن شهرة الوجوه اللي كان بيقف جنبها. طب شخلل. نعم. شخلل جيوبك عشان تعدي. لو بنتكلم عن الوشوش اللي الجمهور حفظها من غير ما يعرف اسمها، ما ينفعش نعدي على فايزة عبد الجواد. مجرد ما تشوف صورتها تفتكر على طول الست الشعبية القوية، الست اللي تدخل المشهد تعمل حالة، واللي ممكن تنهي الحوار كله بروسية او موس او ضربة راس. لكن هل تعرف ان فايزة عبد الجواد ما كانتش اصلا مخططة انها تبقى ممثلة؟ هي عرفت بالصدفة ان في مكاتب لترشيح الممثلين في عماد الدين، وراحت قدمت واشتغلت في البداية مع المجاميع، واول فيلم اشتركت فيه كان تمر حنة، وفيلم خلي بالك من زوزو، وبعده في دور السجانة فيلم حب في الزنزانة بطولة عادل امام، وسعاد حسني في دور كومبارس صامت. ومن هنا بدأت رحلتها مع السينما، وبقت واحدة من أشهر الكومبارسات في السينما المصرية، واشتغلت مع عدد كبير جدا من النجوم. أول فرصة ليها بمساحات أكبر شوية كانت مع الراحل نور الشريف في فيلم آخر الرجال المحترمين، وبعدها اشتهرت بالضرب بالروسية في بكيزة وزغلول. ضربت سهير البابلي ودماغها ورمت بعد المشهد من قوة الضربة، وضربت سعاد نصر في ونيس. واللافت ان فايزة عبد الجواد وصلت لمرحلة ان بعض المخرجين والفنانين كانوا بيطلبوها بالاسم، لانها بقت مرتبطة بنوع معين من الشخصيات. يعني ايه؟ يعني ان الكومبارس نفسه ممكن يتحول لعلامة حتى لو اسمه مش موجود على الافيش. ازيك يا فواكه؟ مشتاقين جو يا جميل. نروح لواحد من ألطف الوشوش اللي مرت على السينما المصرية، عبد الغني النجدي. لما يظهر في فيلم أو حتى لدقايق تحس إن المشهد خد روح مختلفة. بواب، خادم، عسكري، فلاح، ابن بلد، شخصيات بسيطة جدا، لكن عبد الغني النجدي كان يعرف ازاي يخليها تعيش. فاكرين الخادم اللي كان شايل صينية الديك الرومي
في بين السماء والارض، وفاكرين عوكل في الفانوس السحري. بوسه يقولك ايه يا عوكل؟ ما تزعل شويه يا واد. ما قدرش اصبر، احبك يا فواكه يا احلى من. وظهوره مع اسماعيل ياسين في افلام زي اسماعيل ياسين في الاسطول، واسماعيل ياسين في البوليس، والعتبة الخضراء، وارض النفاق، وغاوي مشاكل. لكن المفاجأة ان عبد الغني النجدي ما كانش ممثل وبس، كان بيكتب السيناريو والحوار، وكان عنده موهبة غريبة في تأليف النكت، لدرجة انه كان بيبيع النكت لنجوم الكوميديا. يعني ممكن النكتة اللي ضحكت عليها في فيلم من افلام اسماعيل ياسين تكون اصلا من تأليف عبد الغني النجدي. وفي الناحية التانية من الكوميديا والدراما، في وجه نسائي اكيد شفناه كتير، ثريا فخري. وش هادي، صوت حنون، وشخصية فيها طيبة. ارتبط اسمها عند الجمهور بأدوار الخادمة والمربية والأم الحنونة. ثريا فخري يهودية الأصل، جت من لبنان لمصر مع والدها وهي صغيرة جدا، وبدأ حبها للتمثيل من المدرسة، وارتبط اسمها بالفنان علي الكسار، وانضمت لفرقته وشاركت في عدد كبير جدا من المسرحيات. وعلى الشاشة ظهرت في أعمال كتير، وكانت دايما جزء من البيت المصري على الشاشة. قدمت الخادمة والمربية والست الطيبة، الشخصية اللي تدخل المشهد فتدي إحساس بالأمان. وفي نوع تاني من الوجوه الثانوية، مش لازم تقول إفيه عشان الناس تفتكرك. سامية رشدي، واسمها الحقيقي أمينة عبد العزيز الدسوقي، كانت من الوجوه المسرحية والتلفزيونية المعروفة، وشاركت في عدد من المسرحيات والمسلسلات. لكن الجمهور ارتبط بيها بشكل خاص في أدوار الحما القاسية، صاحبة الرأي اللي شايفة إن بنتها تستحق أحسن واحد في الدنيا، وإن جوزها مهما عمل مش كفاية. ومن أشهر أدوارها فيلم غصن الزيتون، وطاقية الإخفاء، وبداية ونهاية، وخان الخليلي. ونجحت في النوع ده من الشخصيات لدرجة إنك ممكن تشوفها لدقايق قليلة تعرف فورا هي جاية تعمل إيه في الحكاية. وده هو سر النجوم اللي بنتكلم عنهم النهاردة، مش عدد الدقايق اللي ظهروا فيها، لكن قدرتهم على انهم يخلوا الدقايق دي تعيش. يمكن وانت بتتفرج على الحلقة دي تكون اكتشفت ان في ناس كتير جدا تفتكر انك تعرفهم، لكنك كنت تعرف وشوشهم بس. يمكن دول ما كانوش نجوم الصف الاول، لكن الحقيقة ان السينما عمرها ما كانت ابطال بس. السينما محتاجة الشخص اللي يدخل ويقول جملة واحدة ويخرج، محتاجة البواب، ومحتاجة الساعي، ومحتاجة الخادم، محتاجة العسكري، ومحتاجة المعلم، والكومبارس اللي يظهر في الخلفية، لان احيانا الشخص اللي بيظهر دقيقتين هو اللي بيفضل في الذاكرة سنين. وعشان كده المرة الجاية لما تشوف وش مألوف وتقول انا عارفه بس اسمه ايه، افتكر ان ورا الوش ده غالبا حكاية كاملة، ويمكن تكون حكاية تستحق تتحكي. انا ايمان القصاص، وده كان سيناريو.